قبل ما نبدأ ما تنسوش دعاء لإخوانكم في كل مكان، نسأل الله أن يفرج عن عباده المستضعفين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت نايم عادي زي أي ليلة، صحيت على صوت المنبه، ومجرد ما فتحت عيني حسيت بحاجة غريبة. بقي ناشف، خدت نفس، ريحة بقي كانت عاملة كأن في حد ميت جوايا. مشيت ناحية المراية وبصيت لنفسي، وبصراحة ريحة بقي كانت وحشة جدا. طيب يا ترى إيه السر؟ النهاردة هنفك اللغز من أول ما بتنام لغاية ما تصحى، وهنقول لك إيه اللي بيحصل في بقك وانت نايم، وازاي ممكن تبقى ريحة البق دي جرس انذار لحاجات تانية اخطر. اهلا بيكم في قناة سؤال في السريع. انا مصطفى بسيوني، والنهارده هنجاوب على سؤال: ليه اول ما بنصحى من النوم ريحة بقنا بتبقى وحشة؟ بس لو لسه جديد في القناة ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول. عاوزين نوصل الفيديو ده ل 50 لايك يا جماعة ان شاء الله. يلا بينا. النفس الوحش ده شيء طبيعي جدا وبيحصل عند ناس كتير. هل ده معناه انك مش بتنضف سنانك، ولا بقك في حاجة غلط، ولا جسمك بيعمل حركة خبيثة من وراك وانت نايم؟ الحقيقة ان في اسباب كتيرة، منها اسباب عادية ومنها اسباب مرضية خطيرة ممكن تكون انت مش واخد بالك منها. وانت نايم بقك فيه اكتر من 700 نوع بكتيريا، معظمهم عايشين في سلام، بس في الليل الوضع بيتغير تماما. اللعاب بيقل وانت نايم والبكتيريا بتبدأ الحفلة. بدون لعاب بقك بيبقى زي مستنقع دافي، والبكتيريا بتحب كده. البكتيريا دي بتاكل بقايا الاكل وتخرج فضلاتها. الفضلات بتاعت البكتيريا دي هي بقى اللي بتعمل الريحة الوحشة دي. اثناء النوم جسمك بيقلل افراز اللعاب بنسبه كبيره، وخصوصا لو انت نايم وبقك مفتوح. جفاف الفم بيخلي البكتيريا تشتغل براحتها، مفيش حاجه تغسل، مفيش حاجه تطرد، ما غسلتش سنانك قبل ما تنام. الريحه الوحشه دي بتطلع نتيجه تفاعل البكتيريا مع البروتينات اللي على لسانك وسقف بقك. لو اكلت حاجات فيها بروتين عالي قبل النوم، وجبات خفيفه، لحمه، بيض، فالبكتيريا بتاخد الاكل ده وتفسده، والفساد ده بيطلع غاز ثاني اكسيد الكبريت. ثاني اكسيد الكبريت هو ده اللي بيعمل الريحه الوحشه جدا اللي بتشمها في بقك، بالذات لو ما عندكش روتين تنظيف فم محترم قبل النوم. ناس كتيرة بتغسل سنانها قبل ما تنام، لكن بتنسى أهم حاجة: اللسان. اللسان بيخزن بكتيريا أكتر من السنان نفسها، لازم يتغسل يوميا بفرشة مخصصة اتعملت للسان. لو لسانك أبيض الصبح فده معناه إنك عندك تراكم بكتيريا عالي جدا. في ناس بتنام وبقها مفتوح من غير حتى ما ياخدوا بالهم. السبب ممكن يكون عنده زكام، أو عنده انحراف الحاجز الأنفي، أو عادة النوم ببق مفتوح يعني أكسجين أكتر للبكتيريا، فالأكسجين أكتر يدي جفاف زائد التهوية، فيحصل حفل البكتيريا. بعض الأمراض بتخلي النفس الصبح أسوأ من الطبيعي، ممكن التهاب اللثة، خراجات الأسنان، ارتجاع المريء، السكر، مشاكل الكبدة والكلى. كل دول بيأثروا على تركيب اللعاب، وده بيأثر على قدرة بقك على تنظيف نفسه طبيعي. شرب المية قبل النوم بيقلل الجفاف وبيساعد في تقليل نسبة البكتيريا اللي هتشتغل طول الليل. اشرب كوباية مية كبيرة قبل ما تنام، ومتنساش تشطف بقك بعد الأكل. نظف سنانك بمعجون يكون فيه فلوريد. استخدم خيط الأسنان علشان بقايا الأكل اللي بين الضروس، أو استخدم سلاكة السنان اللي هي لسه مخترعينها جديدة دي ما تعرفش. استخدم غسول فم مضاد للبكتيريا. اغسل لسانك يوميا بفرشة اللسان اللي قلنا عليها. غير فرشة سنانك كل شهرين أو كل شهر. لو في جير في اسنانك روح لدكتور اسنان ينضفه. لو النفس الوحش ده مستمر معاك طول اليوم، مش الصبح بس، لو غسلت اسنانك ولسانك ولسه في ريحة، لو الناس بتشتكي منك، يبقى لازم تروح تزور دكتور سنان او دكتور بطنة، لان ممكن يكون ورا الموضوع ده حاجة اكبر. ناس كتير بتقول لك اللبان بيحل المشكلة، طبعا ده غلط. اللبان مش بيخفي الريحة، مش بيشيل السبب. تقول لك اللبان نعناع بيخفي الريحة، ده طبعا مش صح. غسيل الأسنان الصبح كفاية، ده طبعا غلط برضو. الأساس هو تنظيف السنان واللسان. ريحة الصبح معناها إنك مش نضيف، دي غلط برضو. في ناس نضيفة جدا وبيحصل معاهم كده، دي طبيعة جسمهم. النفس الصباحي 80% من أسباب النفس الوحش جاية من الفم نفسه. البكتيريا دي موجودة في جسمك من وانت رضيع. اللعاب هو أقوى مطهر طبيعي في جسم الإنسان. في أبحاث بتربط بين النفس الوحش وأمراض القلب. جسمك بيتعود على ريحتك فمش بيشمها، لكن لو الريحة زادت عن حدها جسمك ممكن يلاحظ. الناس اللي حواليك هم أول ناس بيشموا، وممكن ما يتكلموش. وعلشان كده قبل النوم لازم تغسل سنانك، خيط الأسنان، غسول فم مضاد للبكتيريا، غسل اللسان، كوباية مية كبيرة قبل النوم. وتجنب الأكل بعد الساعة 9، وما تاكلش أي حاجة فيها بروتين. ممكن تشرب مية على الريق بعد الكلام ده. بعد ما تصحى تشرب مية على الريق، تغسل سنانك. فطار صحي بدون سكريات عالية، لبان خالي من السكر، دي حاجة اختيارية يعني. الريحة الوحشة اللي بتحس بيها في أول ما تصحى مش دايما حاجة بسيطة، ممكن تكون علامة على إن جسمك محتاج تهتم بيه أكتر. ولو
نفذت الحاجات اللي قلنا عليها هتلاحظ فرق كبير من اول اسبوع. ما تنساش جسمك بيكلمك بس بلغته هو، وانت بقى عليك انك تفهمه. وبكده يبقى جاوبنا على سؤال النهارده. لو عجبك الفيديو وحاسس انك استفدت، شيره لاي حد تحس انه هيعجبه، واعمل لايك واشتراك عشان نوصل اكبر عدد من المشتركين. شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.